هنجيب بقى الكوسه بتاعتنا، وطبعا الكميات براحتكم. الطريقه دي بقى للكوسه يا جماعه رهيبه. انا عارفه ان معظمنا كده عندنا مشكله مع اولادنا في اكل الكوسه بالذات، بس لو عملتيها بالطريقه دي بجد بجد هيعشقوها. هاتي بقى كميه الكوسه المناسبه بالنسبه لك. هنحط بقى في طبق كده فيه ربع كوبايه خل وشويه ميه. هننقع الكوسه بتاعتنا بالظبط كده ربع ساعه في ميه وخل، لاني مش هقشرها. لو حابه تقشريها طبعا قشريها. وبعدين شرحتها بالشوكه زي ما انتم شايفين كده. هطلعها بقى من الميه بخل وارجع اشطفها تاني بميه نظيفه. في اي طاسه كده هننزل بنص كيلو لحمه مفرومه، ده بالظبط كان حوالي 350 جرام من اللحمه، ده كان اقل من نص كيلو. اول لما اللحمه لونها غير من غير اي دهون خالص، لان اللحمه عندي كان فيها نسبه دهون كويسه، نزلت عليها ببصلايه وشويه خضار طماطم وفلفل الوان وجزرايه مبشوره. هنبهر بقى اللحمه بتاعتنا بمعلقه ملح ومعلقه فلفل اسود ومعلقه بابريكا ومعلقه من السبع بهارات، وهنديلهم تقليبه حلوه، ونضيف عليهم معلقتين كبار من الصويا صوص الغامق ونص كوبايه ميه، ونغطي بقى ونسيب اللحمه بتاعتنا على نار هاديه بالظبط ربع ساعه، لحد بقى لما اللحمه تستوي عندنا تماما. وما تنزلوش اللحمه من على النار يا جماعه وهي ناشفه، حاولوا انكم تخلوا فيها شويه صوص كده في قلب الطاسه، لان احنا محتاجين اللحمه يكون فيها شويه صوص. هنجيب بقى الكوسه بتاعتنا، وطبعا الكميات براحتكم، حابين تقطعوها حلقات كده زي ما انا قطعتها براحتكم، حابين تقطعوها شرايح طوليه طبعا براحتكم جدا، وبرده الكميات براحتكم وعلى حسب احنا كام فرد في البيت هناكل. قطعت الكوسه وجبت كمان 3 حبات بطاطس، قطعت البطاطس برده الشرايح ما تكونش تخينه قوي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هنشيلهم بقى على جنب شويه، وهنحضر البصل بتاعنا. هنحتاج بقى من 3 ل 4 بصلات يكون حجمهم متوسط، وكل ما زودنا البصل هنا كل ما كان الطعم يا جماعه خطير. البصل المكرمل النهارده هو بطل الوصفه بتاعتنا. هنجيب بقى حله او طاسه ونحط فيها معلقه سمنه بلدي مع معلقه زيت، وهننزل عليهم بالبصل. هنضيف على البصل معلقه كبيره من السكر، وهنسيب البصل بقى كده على النار لحد لما البصل يتكرمل وياخد معانا اللون البني الحلو ده. هنطلع البصل بقى كده على مصفى، ونفس الماده الدهنيه اللي في الحله هننزل بالكوسه ومعاها البطاطس. هنا بقى كده النار عاليه جدا، ما تهدوش النار خالص، وهنفضل نشوح في الكوسه مع البطاطس كده بالظبط 5 دقايق على نار عاليه، لحد لما تلاقوا ان الكوسه والبطاطس اخدوا لسعه كده في قلب الحله. هننزل عليهم بقى بالبصل اللي احنا كرملناه، ومعلقه ملح ومعلقه فلفل اسود ومعلقه من السبع بهارات وربع كوبايه ميه، وهنهدي النار ونسيبهم مع بعض كده بالظبط على النار 5 دقايق. هتلاقوا بقى ان البطاطس والكوسه خلاص بقوا نص تسويه كده. خلاص هنشيل بقى الحله من على النار، وهنجهز بقى الطواجن بتاعتنا. حابين تعملوها في طواجن صغيره زي ما انا عملت كده براحتكم جدا، حابين تعملوها كلها في صينيه كبيره او طاجن كبير براحتكم جدا. انا مسحت الطواجن بتاعتي بمسحه زيت بسيطه خالص، وبعد كده حطيت طبقه من اللحمه المعصجه حوالي معلقتين كده في كل طاجن، وهنظبط بقى شكل الطاجن بتاعنا كده من تحت، وبعد كده هنحط شويه من الخضار، وهنرجع تاني نحط فوق كل طاجن من على الوش طبقه من اللحمه المعصجه. طبعا لو حابين تعملوا طبقه واحده بس كده في الارضيه وتعملوا كميه طواجن اكتر براحتكم جدا، انا بحب اعمل طبقتين كده عشان اللحمه تكون ظاهره في وسط الخضار. هحط بقى كده على الوش قرن فلفل حار، وطبعا ده اختياري، وهنغطي بقى الطواجن بتاعتنا بورق الومنيوم وعلى الفرن على